السلام عليكم، كيف حالكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا على خير وبخير. من ضمن تحضيرات رمضان ان شاء الله، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. قررت ان شاء الله نشارك معكم هاد البريوات المعتمدين والمعروفين عند المغاربه. بريوات ديال الدجاج، بريوات تقليديين اللي كل دار كتوجدهم بالطريقه ديالي. عندي واحد دجاجه فيها تقريبا كيلو و700. عملت معاها 3 ديال البصلات كبيبرين مشلضين بهذه الطريقه هذه. دوزوهم في الهاشوار اولا تشلضوهم غير بيدكم بالموس. بالنسبه للدجاج انا عندي هنا دجاجه ماشي كبيره. المهم انا قلت لكم فاش كنزولوا لا الجنحين والعنق غادي تكون فيها ديك كيلو ونص هيداك، خليت غير الصدره والفخذ. بالنسبه للتوابل عندي هنايا الملح، مغرفه صغيره ديال الابزار، انا كيعجبوني يكونوا حريورين شويه، سكينجبير، الخرقوم، واحد ضامه ديال الزعفران. وبالنسبه للقرفه انا فضلت انني نعمل القرفه عواد، كيجيو من السمين مزيونين. عندي هنايا المعدنوس، وفي الاخر كاضافه اخيره غادي نعملوا 4 البيضات. تقدروا تعملوا قل اولا تقدروا تعملوا كتار. والزيت اللي غادي نشحروا بها. هادو هما المكونات. اذا في واحد القميله غادي نعمل اول حاجه ديك البصله. انا قلت لكم هنايا عندي 3 ديال البصلات، ماشي كبارين ماشي صغارين، 3 البصلات يعني كبيبريه توسطين على حسب الكميه ديال الدجاج اللي عندي. غادي نعمل عليهم ديك طريفات ديال الدجاج اللي طبعا عندنا منقيين ومغسولين مزيان بشويه ديال الخل والملحه اولا الليمون والملحه. وبالنسبه للعافيه غادي نقص على العافيه، غادي نخليها على عوينه، يعني العافيه مهيله، لان انا ما غنمرقهمش بالماء، غادي نخلي يطيبوا في ديك الماء ديال البصل. ضفت عليهم التوابل، وباش يطيبوا لكم في الماء البصل دائما نقصوا على العافيه، خليوها على العافيه مهيله طيب على خاطر. غادي نضيف عليهم ديك شويه ديال النص وديك ضامه ديال الزعفران. وفي الاخير غادي نعملو الزيت، تقريبا نص كاس ديال الزيت. ودابا غادي نغطيهم ونخليه يتشحر مزيان، عاد غادي نبدا نحرك صافي. مره كنبداو نحركوا فيهم وكنخليهم يطيبوا على الخاطر في ديك الماء ديال البصله. دابا غادي نغطيهم ونخليها طيب مزيان على خاطرها. كتشوفوا معايا الدجاج ديالي ها هو طاب مزيان. دابا غادي نهز ديك الطروفه ديال الدجاج وغادي نقلهم في واحد طبسيل بوحدهم على جنب، يعني كيتحمروا لراسهم وكيطيبوا مزيان على الخاطر. وحتى ديك البصله ما كتحرقش معانا فاش كنقصوا العافيه، حتى ديك البصله ما كتحرقش معانا، كتطلق الماء ديالها كامل. انا قلت لكم ما ضفت حتى قطره ديال الماء، خليت ديك الدجاج يطيب في ديك البصل. هاد البريوات ضروري ما كيكونوا في الطابله المائده ديال رمضان. في هاد المريقات اللي بقاو لي اولا هاد الدغميره اللي بقات لي ديال البصله، غادي نحرك ديك البيض مزيان. غادي نطربهم بيدي هيدا بشي فرشيطه وغادي نعملهم في الدغميره اللي عندي في الكميله. وانا نكبهم في الكميله وانا كنحرك مزيان، ما خصناش يبقاو معنا طروفات البيض كبارين، يعني خصنا نحركو حتى كتقل ديك الدغميره ديالنا بديك البيض. هنايا غادي نبدا نحرك مزيان، هي كطيب وانا كنحرك. انا قلت لكم غير باش تقل معنا الدغميره وباش ما يطيبوش ديك البيضات، ما يطيبوش يعني يكونوا شي طروفه كبارين، باش ما يجوش باينين في وسط البريوات. اللي ما بغاش يضيف البيض يعملوش. حنا ولفنا بان البريوات دائما كنعملوا فيهم ديك ديال البيضات صافي. الطرفه ديال الدجاج ديالي هما هادو. غادي نجيب ديك الدجاج وغادي يعني نفتتهم غير بيدي هيدا. ما شفتوا طابوا مزيان،
غير كنحديهم بصبعي، يعني كتفتت معايا دغيا. غادي نقطعهم بهاد القطع اللي هي صغيره. وبالنسبه لديك البيض ها هما خليته حتى تشرب في ديك العافيه اللي عملت في الاول، هيداك خليتها منقصه. واخا تشوفوها بان تقالت تستقطر ديك الماء، لان ديك الماء ديك المرقه تقدر تقطع لكم الورقه. بالنسبه للورقه شريت واحد نص كيلو ديال الورقه. الورقه ديال احسن تكون الورقه ديال البخار. كنجيو كنبداو نقطعوا شرائط اللي هي طويله، وديك الشريط الاول يعتبر العبار ديال الورقه كامله. وبالنسبه للحجم ديال البريوه كتبقاو نتوما كتحكموا فيه. انا غادي نقطع الشرائط كاملين هيدا طوالين، وغادي نردهم للميكا لان الورقه دغيا كتيبس. الطريقه ديال العمل ديالي باش كتجيني سهله، كنجي كنعمل 4 ولا 5 ديال الشرائط هيدا، وكنعمرهم بالحشوه وكنبدا نطوي. انا كيجوني زعما الطي ديال البريوات اسهل ما يكون. كنطويو على اليمين، كنجمعوا العماره بيدنا اولا الحشوه بيدنا، وكنبداو نقلبهم اليمين للشمال. في الاخير غادي نلصقوهم بواحد شويه ديال الطحين اللي خلطته مع شويه ديال الماء، غير باش يعني نتاكدوا بانهم ما غادي يتفتحوش معنا في الطياب، سواء كنتو غادي تقليوهم في الزيت او لا غادي طيبوهم في الفران. غير كان فاش تبغيو تستعملوهم تبغيو طيبوهم مباشره من المجمد ديريكت، طيبوهم تخليوهمش حتى يترخى ديك الثلج فيهم. اللي بغات كميه تجيله كبيره تعمل واحد الدجاجه اللي تكون فيها اكثر من 2 كيلو. غادي نعاود معكم العمليه. بالنسبه للمبتدئات اللي باقي عمرهم ما جربوا يعملوا بريوات في الدار، جربوا البريوات في الدار هاد المره، كاينشي بحال الحاجه ديال الدار. انا غادي نسرع معكم الفيديو. اذا كيف ما شفتوا انا ساليت البريوات ديالي دغيا، ما طلبوليش اكثر من ساعه المكانه. هاد الكميه هي هذه اللي عطاتني يعني ديك كيلو ونص نقولوا ديال الدجاج، لان هنا عندي تقريبا 30 حبه. غادي نعملهم في بلاستيك غذائي ولا هاد البواطات خاصين اللي كيدخلوا في المجمد. هنا طيبت شويه ديال البريوات باش تشوفوا معايا كيفاش كيجيو بعد ما دهنتهم بالبيض مخلط مع قطرات ديال الصوجا. كتشوفوا كيفاش كيجيو مقرمشين واللون ديالهم ذهب. وكاين اللي ما يبغيش يدهنوا طيبوهم هيداك مباشره في الفران. كنتمنى الطريقه ديالي تكون عجبتكم. خليكم فيديو اخر ووصفات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.